السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة يوم دلع 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 دلع. اللي ما اشتركش في قناتي يشترك بقى وشجعوني ان شاء الله. عايزين لايكات كتير 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 ان شاء الله. ايه بقى الدلع النهارده؟ بصوا بقى، يوم الجمعة، يا رب تكون جمعة مباركة عليكم. انا بقى قلت النهارده يوم عالمي. النهارده بواقي بقى الاسبوع، بواقي الاكل، هدلعهم ولا علف ولا كشيشة ولا اي حاجة خالص. حطيت لهم بواقي الاكل اللي هي بقى بواقي رز وبواقي محشي وفلفل. بس مش بصوا الجدعنة، لا بس الاهم بقى ان انا النهارده عملت لهم حاجة تانية. حطيت لهم في المية، عملت لهم مشروب جنزبيل علشان بقى الجو النهارده حر، قلت ارطب عليهم وهدي جسمهم من الحرارة. والجو بقى كل سنة وانتم طيبين، الجو حر حر. والشوربة بقى بتاعت البيت رحت جايباها. وبصوا النهارده دلع. ايه رأيكم في الدلع ده؟ قصدت النهارده احط جنزبيل علشان الجنزبيل بيهدي الجسم ومفيد جدا وبيقوي المناعة. وفي تغيرات الجو ده انت مطلوب تحط حاجات مهدئة للطيور علشان تهدي درجة الحرارة اللي في جسمهم. هتقولي اه في ده، اقول لك في درجة حرارة لان الجو صعب النهاردة جدا جدا جدا. وقلت بقى ولا علف ولا كلام من ده ولا تشيشة ولا قمح ولا اي حاجة. حبة الشوربة دولت بالدنيا واللي فيها. بصوا، هيبصوا حبة الأكل اللي هما بينقروا فيهم دولت. ودي أكلة دلع، فلفل بقى على رز على مكرونة على. ايه رأيكم في الأكلة دي؟ قلت بقى النهاردة دلع بقى، يعني النهاردة يا جماعة يوم فاصل. عادة بخلي فيه يوم أو يومين في الأسبوع بواقي الأكل كلها، وبمنع أي حاجة أحطها، ولا بحط بقى تشيشة ولا أي حاجة خالص، إلا إن أنا أحط الأكلة دي وأقوم حاطة معاها مشروب كمان. إيه رأيكم بقى؟ اوعي ترمي الشوربة دي من الحاجات المهمة قوي، مغذية. بصي بقى، دي شوربة هتقولي لي تقيلة على معدتهم، اقول لك لا والله بحطها باستمرار من يوم ما ربيت. انا بحب احط الشوربه للطيور، احط بقى فيها لقمه عيش، فيها اي حاجه، المهم يشربوه. مشروب الجنزبيل اهو عملته. بصي في تحفه تحفه. يعني انت لازم تعملي اي مشروب اليومين دول، كل يوم اعملي حتى حاجه مختلفه. ومشروب الليمون يا جماعه، تجيبي ليمونتين وتضربيهم في شفش الخلاط وتحطيهم لطيورك، لان احنا في جو دلوقتي في تغيرات حرارة. بالليل كان الجو مسقع شوية، وبالنهار الجو كان حر جدا جدا. كل ده بيأثر على الطيور. بصي بقى اما يشربوا الشوربة دي، بصي بقى، شوفي الغذاء. بصي حاجة مغذية يا ستي. حبة اللقميات دي، الطيور بتلم حسنة البيت. يعني ايه؟ يعني بتلم كل البواقي بدل ما بنقعد نربي. ايه الهدف في التربية؟ كمان بتلم اي حاجة، بواقي لقمة عيش، اي حاجة. بصوا بقى النهارده بقى دلعتهم بقى وظبطت من يجروا بالحاجة. لما بسيبهم بحس ان بيجيلهم انطلاقة. ايه رأيكم بقى؟ انتي لازم تعملي كده. فض بقى منك اكل كتير او حد جابلك حاجة والطيور هيفيض قدامها، شيليه. يعني حطي اللي يقضي الطيور والباقي حطيه في التلاجة. انا بحطه والله ساعات يعني في الفريزر كمان، بحيث ان انا اسحب اسيحه. يعني اهو حتى قدامكم اقسم بالله لسه ما سيحته، مطلعه عشان يفك. بصوا جامد ازاي من الفريزر. حطي حاجتك مش عيب، ده الحاجات دي عشان الرز والحاجات دي. بصي بواقي اهو، الم كل البواقي اقوم حطاها في التلاجة. لو في زيادة بقوم حطاها في الفريزر. والنهاردة ما فيش اكل، النهاردة مش هحط علف ولا احط شيشة ولا احط اي حاجة من الحاجات دي. اقوم سحبة الكيس مطلعاه يفك وبعد كده احط. بس في اوعي تحطي، عشان عملتها غلطة قبل كده وكنت مستعجلة ورحت حاطاه متلج قدامهم. بعيد عنك، كلهم جالهم برد وتعبوا جدا مني، وفي اللي مات يعني للأسف. عايزة اقولك اوعي تعملي الحركة بتاعتي دي، لان دي حركة غلط انا عملتها.
لكن بقى بواقي حتى لو النهارده في اكل بزياده والشوربه كتير عليهم والحاجات دي اقسميها. المهم ان انت تلمي لهم الاكل، لان الحاجات دي بقى ايه لها، الحاجات دي يا جماعه اللي بتحلي طعم اللحم. ايه الفرق بين تربيتك وبين تربيه المزارع؟ ان المزارع كمان مركزه في حاجه واحده، اعلاف، دشيشه، الحاجات دي ما عندهاش بواقي طبيخ. انت بقى عارفه البواقي دي اللي بتطعم طعم اللحم وبتخلي طعمه زي السكر. لما تيجي تاكليه جيبي واحده من اللي انت شارياها جاهزه وجيبي من اللي انت مربياها بنفسك، هتلاقي الطعم مختلف خالص خالص. اقسم بالله في السمان انا كنت بجيبه جاهز قبل ما اربيه، والله العظيم لما ربيته اكتشفت اني تحفه تحفه. ليه؟ لاني انا بنوع في الاكل. لا ده انت بتحطيش علب بس ولا شيشه بس ولا الكلام ده، حتى الرز بطحنه بايدي كده واقوم حاطه لهم ينقروا فيه. تحفه السمان طالع تحفه تحفه تحفه. النهارده بقى قلنا ندلعهم ونعمل معاكم الدلع ده النهارده، واقول لكم ان انا النهارده عملت لهم يوم كوكتيل، يوم توفير بقى. النهارده يوم توفير، لا هصرف الابيض ولا اي حاجه. النهارده لميت البواقي وهم بقى يقعدوا يتسلوا مع نفسيهم. وقلت بقى اقول لكم بقى اوريكم انا بدلع طيوري واسيبكم بقى. اوعوا تنسوني وشجعوني واعملوا لي لايكات كتير واشتركوا في قناتي، واسيبكم بقى في رعاية الله وامنه، والجمعة مباركة عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.